صدر بلاغ من المغرب كبلد على أنه سيتحلل من تنظيم إفريقيا للسيدات. وزير الشباب والرياضة في جنوب إفريقيا ماكنزي بعد ساعة ينفي هذه ترهات تسريبات تستند إلى تصريح قالته نائبة وزيرة الرياضة في جنوب إفريقيا. هناك معلومة مغلوطة، المغرب لم يعتذر، هذه معلومة قادمة من جنوب إفريقيا. المسابقات الإفريقية يقوم الجمهور باقتحام والتعدي على رجال الصحافة والتعدي على أمور لا. اعتذار المغرب عن تنظيم كأس إفريقيا للسيدات المقررة بين مارس وأبريل المقبل، هل يمكن القول الآن إن هذا القرار هو رد على ما قررته الكاف؟ وكذلك أريد منك فقط الإجابة على سؤال ضيفي هنا وحيد، وعلى رأيه كذلك أن المغرب هو من طالب بسحب رخصة المدرب السنغالي. تحياتي لك زميلتي الفاضلة وإلى كل مشاهدينا الكرام. بداية بودي أن تتركوا لي الفرصة لأن الموضوع متشعب وفي غاية حساسية وفيه كثير من المغالطات وعلى قدر كبير من الأهمية، وبالتالي لو سمحتم مع كامل تقديري للضيوف الكرام أعتذر عن المقاطعة عن المقاطعة أولا، لكن أرجو أن تكون الإجابات مختصرة لأني مرتبطة بوقت في البرنامج ولدينا عديد من النقاط والمحاور. لا يمكن أن أمر على معلومة مغلوطة. تفضل. تفضل. طيب هناك معلومة مغلوطة، المغرب لم يعتذر، هذه معلومة قادمة من جنوب إفريقيا. هل صدر بلاغ من اتحاد الكرة المغربي، هل صدر بلاغ من المغرب كبلد على أنه سيتحلل من تنظيم إفريقيا للسيدات؟ لا يمكن بناء معطيات على تسريبات تستند إلى تصريح قالته نائبة وزيرة الرياضة في جنوب إفريقيا، ولاحقا وزير الشباب والرياضة في جنوب إفريقيا ماكنزي بعد ساعة ينفي. هذه ترهات تعكس الشكل الذي تدار به كرة القدم الإفريقية، غير معقول تماما. المغرب، أنا تواصلت مع مسؤولين، المغرب لم يتقدم لا بتحلل ولم يعتذر، بالتالي هذه أمور تبرز على أنك كسر عظام، على أن هناك من يقف وراء هذا التسريب برأيك؟ نعم. هل هناك دعيني أقول لك زميلتي الفاضلة بتواصلي مع المسؤولين، هل هناك من المغرب؟ نعم، لا يوجد. فقط هذه أمور لا يعقل أن يصدر بلاغ عن وزارة الشباب والرياضة الجنوب إفريقي ليتحدث عن بلد آخر وهو لم يقدم أي طلب اعتذار. بالعكس تماما، المغرب ما يزال فاتح الأحضان لانصدام هذه التظاهرة الإفريقية. وإن كنا هنا بالمغرب أنا أتساءل وسأرد على الزميل الفاضل، هل ثبت بأن المغرب طالب سحب رخصة مدرب السنغال مثلا؟ المغرب من خلال المسطرة التي تقدم به الاتحاد الإفريقي قال بأنه اتحاد كرة القدم السنغالي ومدرب السنغال وجمهور السنغال، بالله عليك جمهور السنغال يقوم باقتحام الملعب أمام مشهد ومرأة من رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإفريقي، ولا يعاقب المنتخب السنغالي ولو بمباراة ويكلو واحدة. هل هذا قرار صحيح؟ لا أدري، أنا هنا فقط أدير هناك شرعنة للفوضى من الآن فصاعدا. لا، أنا أقول لك المغرب طالب بتغليظ العقوبات، لأن هناك عقوبات كان يجب أن تسلط باعتراف ريمون هاك كما جاء في تقريركم رئيس لجنة القوانين والانضباط داخل الاتحاد الإفريقي سابقا، ريمون هاك صوت وصورة يقول بأن أقل عقوبة كانت يجب أن تفرض على مدرب السنغال حرمانه 6 أشهر من الممارسة، أي لا يحضر كأس العالم. شيء غير معقول بأن يكون مدرب في حضرة رموز كرة القدم العالمية. لكن منعم، جاني إنفانتينو، لماذا لم يذهبوا إلى هذه القرارات؟ بثقل الحضور. نعم. لماذا لم يتم إيقافه؟ لماذا لم يذهبوا إلى هذه القرارات؟ أنا سأدلك زميلتي، أنا أقدرك زميلتي الفاضلة وأنت تديرين الحوار وأنا أقدر كفاءتك. أنا أقول لك رئيس الاتحاد الإفريقي، لدي بلاغ أمامي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يقر يوم 31 يناير بأن ترسانة قوانين الاتحاد الإفريقي عاجزة، وقال بأننا سنعقده التنفيذي للكاف قريبا. طيب. سنعيد تحيين القوانين لأنها لم تكن في المستوى المطلوب. هذا رئيس الاتحاد الإفريقي يقر بأن القرارات العقابية التي صدرت لم تكن في المستوى المطلوب. شيء غير مقبول أن يكون المغرب قد قدم كل هذه الظروف والأريحية ويعاقب. بالله عليك بعد مرور أسبوعين من الآن نحن داخل المغرب لا زلنا لم نهضم كمغاربة. قدمنا أجمل نسخة في العالم، 200 مليون إيرادات تحققت بالأمس، رقم رسمي، أجمل صورة للتنظيم. ما الذي دعا إلى معاقبة المغرب؟ المغرب كان هو المدعي، هو المشتكي، فإذا به يعاقب ويغرم. بالله عليك هذه أغلى منشفة في تاريخ كرة القدم. هل منشفة أو سحب منشفة من الحارس تفضي إلى غرامة ب$100,000؟ مدرب ينسحب من المباراة يعاقب $100,000، ولاعب يسحب المنشفة من حارس على سبيل البسط يعاقب $100,000. هو ضيفي هنا مدرب ينسحب من تظاهرة رسمي بحجم نهائي كأس أمم إفريقيا منعم.
بما أنك تسأل ضيفي هنا 5 يقول مباريات إنها ولاعب قرارات يعاقب ب3 تعتبر مباريات. نعم قاسية. زميلتي الفاضلة. نعم ضيفي هنا يقول في الاستوديو تعتبر قرارات قاسية، كما تراها أنت؟ قاسية، أنا مع زميلي، ولكن أنا أتحدث عن مدرب السنغال، وعن منتخب السنغال اقتحام للملعب وأنا كنت حاضرا. لا يمكن، لا في الدوحة، لا في الرياض، لا في القاهرة، لا في أي بلد، في حضرة مسابقة المسابقات الإفريقية يقوم الجمهور باقتحام والتعدي على رجال الصحافة والتعدي على أمور لا أريد العودة إليها. تتفق أن الكاف لم يبني جسور الثقة مع أعضائه، ما جعل القرارات غالبا مثار جدل؟ أتفق معك بكل تأكيد أن الكاف لم يحاول ولم يبذل جهدا كافيا في بناء جسور الثقة بين الاتحادات الأعضاء وبين الإدارة المركزية الموجودة بالقاهرة ممثلة في اللجنة التنفيذية والرئيس متسيبي. احنا عندنا في مشكلتين رئيسيتين، وهي غياب المعايير الموحدة. فنجد ان في كل حادث حسب الاتحاد الطرف في المشكلة هو يتم التعامل معه إذا كان اتحاد قوي أو إذا كان اتحاد ضعيفة. فعدم توحيد المعايير بيمثل قطع لجسور الثقة ما بين الاتحادات وبين الاتحاد الأفريقي. النقطة الأخرى هي الثقافة التي يتبعها الاتحاد الأفريقي، وهي سياسة إطفاء الحرائق. فكلما تحدث مشكلة يطلع علينا أحد الأعضاء بقرار أو بتصريح محاولا لتخفيف حدة هذه المشكلة، ولكن لا يعالج المشكلة من الأساس. أنا في وجهة نظري أن الاتحاد الأفريقي يفشل كلما حاول إطفاء الحرائق بينما لا يضع قواعد واضحة لكل قراراته. قرارات لجنة الانضباط عندما صدرت لم يتم زور أحد من تلك اللجنة أو من السكرتارية العامة لتفسير القرارات وتوضيح بنودها والأسباب التي صدرت على أساسها. لما أنظر إلى قرارات زي ما ذكر زملاء الأعزاء في الاستوديو مع حضرتك أنه جامع الكرات ياخد عقوبة $100,000 لأنه سحب المنشفة، أو اللاعب المغربي سحب المنشفة أو الفوطة ورماها خارج المضمار. نجد أن رئيس لجنة الحكام قد أعلن سابقا أن تلك الفوطة أو المنشفة ليست من أدوات اللعبة، وبالتالي ليست مؤثرة على أداء الحارس. وتلك الأفعال هو ربما خروج عن السياق الصحيح والسليم للروح الرياضية والتصرفات الرياضية السليمة، لكن ليس بمثل الغلظة مثل الانسحاب من الملعب ودخول غرف الملابس وغيرها. فتلك التصرفات عندما نجد أن هناك توازن سياسي موجود في كل قرار، أعتقد أنه في هذه الحالة يضع الشرخ في وجه الكاميرا. لكن عشان ماذا تقصد طارق بتوازن سياسي حتى يفهم المشاهد فقط؟ يعني هناك مرادات لجميع الأطراف، ماذا تقصد؟ أنا أرى في وجهة ما ده المقصود بالضبط، انه الاتحاد الافريقي وزع العقوبات على الاتحاد السنغالي والاتحاد المغربي لنتيجه لانه مش عايز يسحب اللقب من السنغال، وفي نفس الوقت لا يريد وضع المغرب في صوره علويه واعلى من أستاذ طارق مش عايز يسحب اللقب من السنغال، يعني السنغال لا تستحق اللقب؟ لا، هو انا بقول انه مش عايز. ليه؟ لان في نقطة مهمة جدا أغفلها الجميع، وهي نقطة خروج اللاعبين من الملعب ودخولهم غرف الملابس. هنا الحكم أساء التقدير في التصرف، لم يعطي الفريق السنغالي انذارا بوقت محدد، حتى مراقب المباراة لم يذكر ذلك أنه أعطى وقتا محددا لدخول اللاعبين، وبالتالي ترك الموضوع. لكن هناك مهلة لعودة اللاعبين لم تعلن إلى هذه الملعب. المهلة. اللاعبون لم يتجاوزوا تلك المهلة. عندما يصدر الحكم، أيعد هذا انسحابا؟ عندما يصدر الحكم مهلة، لا أنا أوضح شيء. نعم. أن عندما يصدر الحكم هذه المهلة يجب إعلانها للجميع، لا تترك طيب. مفتوحة. هل هو أعلن مهلة 5 دقائق 10 دقائق؟ لكن هي ليست مهلة موحدة قانونيا. في هذه الحالة لا، المهلة بتتراوح حسب تقدير الحكم. طيب يعني تقديرية وأنا حسب في رأيي الحكم الشخصي أن الحكم أخطأ في ترك المهلة. مرحبا بكم مشاهدينا. اعتذار المغرب. منعم بن مقدم محق في قوله إن المغرب لم يعتذر. في الواقع لم يكن هناك اعتذار، لأن المغرب لم يعلن رسميا في البداية عن نية التنظيم لنسخة 2026 بشكل منفصل قبل أن يحسم الCAF الأمر.
اللبس غالبا يأتي من تداخل المواعيد مع كأس الأمم الأفريقية للرجال كان 2025 التي تم تأجيلها ليناير 2026. استضافة البطولة رسميا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF في يونيو 2024 عن فوز المغرب بتنظيم كأس أفريقيا للسيدات 2024 التي تأجلت لتقام في 2025. أما نسخة 2026 فالمغرب لا يزال هو الوجهة الأقرب والأنشط في دعم الكرة النسائية. تلفزيون تحليل للمحتوى. فيديو قضية رأي عام. 1. الخطاب السيادي والوطني. عندما ينفي بيلو مقدم اعتذار المغرب هو لا يتحدث فقط بلغة الأرقام بل بلغة القوة الناعمة. التحليل يهدف الخطاب إلى التأكيد على أن المغرب يمتلك الجاهزية اللاجستية البنية التحتية التي تجعله لا ينسحب من الالتزامات القارية. هو يرد على شائعات قد تهدف لإظهار وجود ارتباك في الأجندة الرياضية المغربية المزدحمة. 2. انتقاد عقوبات الكاف على السنغال. هنا ننتقل من الدور الإخباري إلى دور المدافع القاري. بيلو مقدم انتقد العقوبات التي طالت لاعبي المنتخب السنغالي مثل كريبين دياتا بعد كأس الأمم الأخيرة. وجهة النظر البديلة بينما يراها بيلو مقدم عقوبات قاسية أو غير منصفة قد يراها CAF ضرورية لفرض الانضباط ومنع التصريحات التي تشكك في نزاهة التحكيم دون أدلة ملموسة. التحدي المنطقي: هل دفاعه عن السنغال نابع من تضامن فني رياضي أم هو تحالف استراتيجي داخل أروقة CAF؟ زاوية التفكير النقدي. إذا أردنا تحليل هذا الفيديو بعمق يجب أن نطرح الأسئلة التالية: لماذا الآن؟ إثارة موضوع عدم الاعتذار في توقيت معين يشير إلى وجود حملة مضادة كانت تحاول ترويج فكرة عجز المغرب عن استضافة بطولتين متتاليتين. ازدواجية المعايير: هل كان بيلو مقدم سينتقد العقوبات لو كانت موجهة ضد منافس مباشر للمغرب في تلك اللحظة؟ سؤال لاستثارة الحياد المنطقي. مخطط بياني شريطي. الخلاصة التحليلية. كلام منعم بيلو مقدم في البرنامج يمثل الدبلوماسية الرياضية. هو يصحح معلومات مغلوطة بخصوص بلده، لكنه في الوقت نفسه يمارس السياسة الرياضية عبر انتقاد قرارات الاتحاد الإفريقي، مما يعزز صورة المغرب كحليف قوي للقوى الكروية في غرب إفريقيا.